أسعدتم مساء، طابت أوقاتكم بكل خير. اليوم نتحدث مع الكاتب أحمد عثمان حول المقال الذي كتبه ونشره على موقع باران بريس، المقال بعنوان سبي الله وجوهر أرسطو. قبل أن نبدأ في نقاش المقال ينبغي التعريف بالكاتب. أحمد شكري عثمان هو أديب وباحث، إجازة في الحقوق من جامعة حلب. تم اعتماده باحثا في مدرسة دمشق للمنطق الحيوي. يكتب الشعر وله ديوان مطبوع. يسعدني الترحيب بك من هذا المنبر أستاذ أحمد عثمان. كل الشكر مام أستاذ سباس شتارو، وكل الشكر على الاستضافة الجميلة. نعم. سنقوم بالبداية بالتعليق حول هذا العنوان المثير للجدل، والذي قد يتراءى للبعض أنه نعت ليس في مكانه. سبي الله وجوهر أرسطو. ترى ما علاقة سبي الله وجوهر أرسطو؟ هل هما متصلين من حيث الموضوع، أم أنهما قضيتين درستهما على حدة أو عقبت عليهما على حدة؟ سباس، كل الشكر. بالبداية يعني هو التعقيب على أنه الوقوع بمطب جوهر أرسطو يجعل العقائد الدينية وغير الدينية كلها يعني ترتكب ما يمكن أن يرتكبه التطرف، سواء كان تطرفا دينيا أو سواء كان عن طريق الإيديولوجيا أو عن طريق الفكر القومي أو غيرها. إذن الفكر لا يمكن أن نجد فكر لمجرد كونه فكر دين أنه معصوم من أن يقع بمطبات انتهاك ثالوث البداهة الحيوية المشتركة للكون جميعا، الحياة والعدالة والحرية. بمجرد كونه فكر هو قابل لأن يتشكل بصيغ متعددة تبعا لانفتاحه على صيغ لا نهائية للحياة، منها ما هو حيوي ومنها ما هو أقل حيوية. والمنطق الحيوي كله هو قام على فكرة بسيطة جدا، هو نفي جوهر أرسطو، اعتبار أن هناك كائن حتمي أبدي ثابت مطلق قابل لا يتغير بمختلف التشكيلات، لا يمكن له أن يتغير. هذا كلام منافي لأبسط مفاهيم العلم. نعم يا غالي. قراءة في كتاب سبي الله وزيز الغرانيق بقياس النبي الحيوي قبل وبعد أرسطو والخصيبي وماركس وداعش والفاتيكان. أرى أن هذه القضايا، أرسطو، الخصيبي، ماركس، داعش، الفاتيكان. داعش منظمة وماركس شخص وأرسطو فيلسوف. ما هذا الخلط فيما بين؟ هل هذا الخلط هو خلط مقصود؟ طبعا مقصود، طبعا بلا ادنى شك. المنطق الحيوي، اذا تعقيبا لكلامك استاذ ريبر، المنطق الحيوي ينظر لكل كائن على ان له ابعاد. هذه الابعاد هي ابعاد ثابته في كل كائن. البعد العقيدي، هذا البعد يمكن ان يتشكل بصيغه اسلاميه، يمكن ان تتشكل بصيغه مسيحيه، يمكن ان يتشكل بصيغه عقديه. اذا الدين بالمحصله كما يعرفه المنطق الحيوي هو ما يدين به المرء بينه وبين نفسه. وكلمه الدين يعني هي تضليليه، الافضل هو البعد العقيدي. في النهاية البشر مقدرون لهم أن يحملوا الديانة ويحملوا عقائد، كما أنت مقدر لك بمجرد تحقيقك لشرطك البشري أن تكون بشريا، أن يكون لك يد وأن يكون لك عين وأن يكون، فمقدر لك أن يكون لك بعد عقيدي أي دين. وأي سؤال عن الموت والحياة وما بينهما والغاية من الحياة ولماذا جئنا إلى الحياة هو في المحصلة دين. فلذلك هذه العقائد كلها يعني أنا ممكن أنا أشرح لك بعض المسائل التي الأنظمة الشمولية بطبيعتها، هذا الكلام يعني إذا استشهدت في شيء خارج المنطق الحيوي، ترى أن القائد الملهم هو تعبير عن صورة النبي، والمهدي المنتظر قد يكون هو الانتظار المهدي المنتظر تعبير عن صورة المجتمع الذي يسوده العدالة، المجتمع الشيوعي مثلا. الشهيد هو واحد في كلا الحالتين، الردة تتحول إلى الكفر، الخيانة يقابلها أيضا الردة. إذا نلاحظ أن تنتج مؤسسات ومعايشات أقرب ما تكون أنها متطابقة قدر الإمكان، متطابقة أكثر ما أنها مختلفة فيما بينها.
إذا ماذا الذي يركز عليه المنطق الحيوي؟ المنطق الحيوي لا تعني يفرض. التطابق في الذهنية وليس التطابق أحيانا الجوهراني أو التطابق. هو لا، هو التطابق هو ذات الذهنية التي ترى في الفرد مطلقا دينيا أو متألها. يصل إلى حد التطابق نعم. الجوهراني. في النهاية لماذا نركز على مفهوم الجوهر؟ لأننا نعتبر المنطق الحيوي أن أصل كل الشرور. آه، نعتبر أن ما هو يبرر الظلم ويبرر الأنانية نعم. ويبرر ازدواجية المعايير هو منطق جوهر أرسطو. أستاذ أحمد عثمان، سأسألك سؤالا ربما هو خارج المقال، ولكن كان لابد من أن أسألك إياه في تفضل أستاذ. بداية دخولنا للمنطق. كيف تعرفت على المنطق الحيوي؟ و في هذه فيما يتعلق بالإنسان الكاتب أو الإنسان الذي يتسم بالحرية، فإنه لا يستطيع الإيمان بسهولة، وكون نعم. أن هذا الفكر أثار اهتمامك وجعلك تؤمن به إيمانا كاملا، نعم. وتبتعد عن الشعر لتهتم أكثر بهذا الفكر. ما هو هذا الشيء أو ما هو هذا السر الذي جعلك تهتم بالمنطق الحيوي دون سواه؟ هل يمكن أن توجز لنا بدايات نعم. تعرفك على هذا الفكر؟ يعني حقيقة، نعم. يعني حقيقة تعلقي بالمنطق الحيوي يرجع لأسباب متعددة. الآن نرى أنه الحالة التي منتشرة حاليا على الفيس، يعني أنا أراها أن كل يغني على ليلى، كل نعم. يعتبر نفسه أنه يمتلك الحقيقة. هناك أنماط أحادية للتفكير هي سائدة عند الجميع. هناك الكل يبرر لنفسه أن يرتكب ضد الكل ما يشاء. الكل يعتبر نفسه أنه قبض على الحقيقة في لحظة ما. مميز المنطق الحيوي أنه منطق تجريبي. هو منطق لا يدعي، أنا لا أدعي فيه أنه واصل لمرحلة أنه الحقيقة المطلقة، لا. لكن هذا المنطق التجريبي بمعيار ملزم ممكن لنا جميعا نتفق عليه. هناك سريان بداهة للمصالح المشتركة لنا جميعا عبر كافة العصور والمجتمعات. لا يوجد أحد لا يحب الحياة، لا يوجد أحد لا يحب الحرية، لا يوجد أحد يحب العدالة. إضافة إلى الفكر المفكرين الذين اشتغلوا على فكرة الإصلاح الديني، يعني أغلبيتهم يقع بمطبات هي أقرب ما تكون بمطبات ترقيع، منها إلى إيجاد فكر حقيقي يندفع للتفكير خارج الصندوق. يعني اليوم نرى ما يحدث من حالة الشخصنة، من حالة الانضباط المنسوب الحيوي الموجود عند المتدين بشكل عام، ضد الدين بشكل عام، وصلنا لمرحلة من مراحل الشخصنة، مرحلة من مراحل اضطهاد الآخر. وأيضا الطرف الثاني هم الطرف الذي هو اللي يؤمن بفئوية إلحادية، ولا يقول، لا يقول إنكارا ولا يقول عن الطرف الآخر، يعني رفضا للطرف الآخر. نحن أمام لاغي وملغي. نعم. المنطق الحيوي يأتي ويقول فعل الحيوي فيما لديك، لا تغير دينك. هناك حيوية في الإلحاد، هناك حيوية في الدين، هناك حيوية في المسيحية، هناك حيوية في الإسلام، هناك حيوية في البوذية. فقط فعل الحيوي وتراث اليوم الموجود أمامك فيه من كل شيء. لم أجد أحد يتكلم بمعايير ملزمة. وجدت الجميع الآن في مخاض الفكر الذي نجد فيه في العالم العربي، الكل يتكلم بمزاج. لم يتكلم أحد بمعايير ملزمة تلزمني. وصيغة العلم الإلزام. أنا اليوم إذا جيت أقول لك أن المعادن تتمدد بالحرارة، أستطيع أن أثبت، وأستطيع أن أثبت لك أن الكل يحب الحياة ما لم يعق عائق. أستطيع أن أثبت لك أن هناك سريان بدا الفطرة عبر كافة العصور والمجتمعات. اليوم في الصحراء إذا كان هناك كلب واصل لمرحلة على يشرف على الهلاك، تراه هو بفطرته يتعلق بالهواء ويحاول أن يفتح فمه ليدخل أكبر كمية من الهواء ويسبب لنفسه الرطوبة لتعويض حالة الإشراف على الهلاك. إذا هي فطرة، هناك إرادة، من ينكرها؟ يقع بمطب أرسطو ببساطة، منطق الحياة. هنا أنت أشرت في ضمن المقال أن الكاتب أو أن الدكتور رائق النقري يحاول إعادة قراءة حيوية عابرة للأديان والعقائد تستلهم من الماضي مفرداته التراثية كخطوة نعم. جريئة منه. نعم. نعم. أين الجرأة هنا؟ يعني أغلب التراثيين أو الماضويين أو التاريخيين يستلهمون من الماضي، بل يعيشون في صلب الماضي نعم. ويأخذون مفرداتهم التراثية منها أيضا.
أين نعم. الخطوة الجريئة هنا التي تحسب لدكتور يعني مرة رائق أخرى يا النقري غالي، دون سواه؟ مرة أخرى يعني كانت في لفتة جميلة من الأمير الحيوي الدكتور رائق النقري، وأوجه له أكبر تحية. كانت نعم. عبارة عن سحب البساط من قبل طبقة من الكهنوت حاولت طوال التاريخ 1400 سنة أن تحتكر التراث، تحتكر الدين، تحتكر تأويل الدين. وكما أن هناك، كما قلنا، لا يوجد فهم واحد، هناك فهومات تتعدد بتعدد الأشخاص وبتعدد الناس الذين يحاولون فهم النص اللي أمامنا. كما أن هناك كعبة حجرية يطوف حولها البشر، هناك كعبة مصالح. كما أن هناك كعبة مصالح الكل يتفق عليها سريان بداهتها. كما أن هناك مثلا في مفردات التراث قيامة السيد المسيح التي تعتبر على أنها قيامة بدن، نحن نفهم عليها على أنها قيامة من التحرر من القصور، قيامة على القصور، قيامة على العجز، قيامة على الموت، قيامة على كل ما يعيق تشكلك كبشري على أكبر قدر ممكن. هذه القيامة تكررت عند السيد المسيح، هي قيامة تكررت عند الإمام الحسين في كربلاء. إذا ففي كل الرموز الموجودة أمامنا هناك شيء من الحيوية. نعم. يعني ما المانع أن نتخلى عنها؟ بماذا أراد الدكتور رائق النقري من تشكيل هذه أو تأسيس لأنه هذه بكل المدرسة بساطة المنطق تراثنا. أنا الحيوي؟ اليوم هل إذا أراد منها أن تكون جماعة فلسفية أو جماعة تحذو حذو المعتزلة والأشاعرة في أن يعتكفوا على مجموعة مبادئ يؤمنون بها جميل ويتميزون السؤال. بها عن غيرهم؟ ماذا أراد دكتور رائق النقري؟ هل أراد احتكار ما كان يؤمن به ضمن قالب الجماعة؟ حبذا يعني لو بالبداية وضحت لنا فلنتفق، هذه النقطة. مع مستر ريفر، لا يوجد هناك أي شيء يتكلم يعني أي خطوة عن الإصلاح أو عن التطور في عالمنا المشرقي فيما نعانيه من انزلاقات إذا لم ينطلق من ذاتنا، من أنفسنا. أنا اليوم لست في أوروبا حتى أتكلم عن مونتسيكي، ولست في أوروبا حتى أتكلم. هناك رموز حيوية أيضا في تراثنا، نحن لسنا خارج السياق التاريخي، ولم نكن، ولا يمكن لإنسان على وجه الكون أن يستعر من تاريخه وماضيه. هذا هو ماضينا، أنت سمعت يعني شئنا أم أبينا. الناقد إحسان عباس حين قال أن التراث العربي يفتقد التراث العربي إلى نظرية نقدية متكاملة، طبعا بلادنا الشك وإنما اتفق. ينحو على منحى جمالي عام، يقتصر فقط على منحى جمالي عام، ربما لا يتعدى كونه ترف بلاغي. يعني المشكلة، أنا أتفق معك وهذا كلام جميل جدا، المشكلة بمن تناول دراسة التراث لم يتناوله بمنهج ملزم، لم يتناوله بأدوات نستطيع من خلالها التعرف على هل الكلام الذي يتكلم به هل هو قابل أن يكون يعني نستفيد منه. المشكلة أنهم حينما يحاولون دراسة هذا التراث، يا أما لدينا من يشيطنه بالمطلق، يا إما لدينا من يؤلهه بالمطلق، لا أحد ينظر إليه على أنه تراث بشري. بالمقابل هناك الآخرون، يعني اليوم أنا أرى على الفيس اليوم أمامك هناك كثير من الملحدين يعني يدخلون التراث ويستشهدون بالقرآن ويستشهدون بالأحاديث النبوية، والغاية منها فقط هو يعني عملية نفي الدين. يستشهد بنفس التراث وبنفس المنهج فقط واحد اللي يثبت والثاني اللي ينفي. فأنا باعتبار يعني أنا ننظر إلى قمة المهزلة، يعني قمة المهزلة في العقليتين. نحن أمام ناس كل همها فقط أن تنغلق، لا ننظر إلى هذا التراث. هناك بهذا التراث شئنا أم أبينا بالمصالح التاريخية لا أحد يستطيع أن يصل إلى أنها حقيقة جرت. هل أراد اليوم الدكتور رائق النقري من تقديمه لأسس ومبادئ المنطق الحيوي في أن يجدد من الخطاب الإسلامي، أو أن يقول لنا أن الطريق مفتوحة بصدد إحداث خطاب ديني إسلامي متجدد ينسجم مع العصر؟ طبعا لا زالت هناك حيوية في الإسلام، هناك حيوية في الفكر القومي، هناك حيوية في الماركسية، هناك حيوية. لا يمكن اختصار الفكر القومي مثلا بكل الفكر القومي العربي على تنظير ميشيل عفلاق وعلى تنظير العرسوزي مثالا. لا يمكن إجمال كل الدين الإسلامي بما وصل إليه السنة حاليا، يعني الفكر السني حاليا ونحن الذي ننتمي إليه هو تراثنا حتى لا أحد يزود علينا ما وصل إليه في عملية. أستاذ هناك أحمد حيوية. عثمان، كونك كردستاني، ما هو مشروعك الفكري القادم حول برمجة المنطق الحيوي وتطويعه خدمة للقضية القومية؟ كما تعلم فإن المنطق أما الدكتور رائق النقري يحاول ضمن الثقافة العربية وضمن ما نعم. استقاه من التراث الإسلامي أو العربي أن يطور وأن يجدد.
أما أنت ككردي، كإنسان ينتمي إلى أمة منكوبة، وبالتالي طبعا بلادنا اللا الشك. شعور المنكوب دائما يستولي على المرء بصورة خاصة، نعم. كما أن اللا شعور الجمعي القومي أيضا في حال كانت قومية المرء متشبعة، ذات كيان متشبع، فإنها على نحو ما لا تستطيع أن تخرج عن ذلك المنطق المتسيد. منطقة 01 أو يمكن أن تماما. نسميه. نعم. لهذا كإنسان كردستاني، كيف تود تطويع ما تؤمن، تطويع المنطق الحيوي خدمة لقضايانا واستنادا إلى سيكولوجية مجتمعنا؟ طبعا بلادنا الشك. يعني في النهاية المنطق الحيوي وهندسة معرفية، إعادة تسويق لمصالحنا، لنفهم بعضنا، لنفهم بعضنا أكثر، لنفهم طرق تشكلنا بطريقة أفضل. لا أنكر أن هناك الآن هناك فهومات حيوية للمفهوم القومي عندنا نحن الكرد، يعني تسبق أشواط غيرنا. هناك من لدينا يقدم مفهوم الكرد بعيد عن الإثنية، بعيد عن الإثنية بتقسيمها الضيق، بتقسيمها القاسي، بتقسيمها الذي يقسم القصبات والمدن والبشر ويعيد هندسه البشر على اساس دم لا احد فيه يعني له مصلحه في ذلك. المنطق الحيوي ككردي يملكني ان اعرف الخصم الذي امامي الذي الان يحاول ان ينفيني، كما الان بحجه انني لا املك حضاره، او بحجه انني لا املك تاريخ، او بحجه انني لا املك سرديه توازي سرديته، او بحجه انه يحتج علي بالقبوريه ويحتج علي هل كان لديك تاريخيا كان لديك ممالك او لم يكن لديك ممالك. المنطق الحيوي يبين زيف كل الادعاءات التي تشير الى ان احدهم اذا خرج مثلا ويقول لي في 1800 انتم كنتم في هذه المنطقه ككرد وبعدها لم يكن لكم وجود. المنطق الحيوي يتكلم عن صيروره حركيه دائمه، عمليه ديناميكيه، الحقوق فيها لا تتشكل في لحظه تاريخيه معينه، بل هي قابله حتى والان انا وياك نتكلم مع بعضنا هناك حقوق تنشا. يعطيني حقي ككوني املك بوجودي الذاتي المادي المشخص على بقعه املك فيها الاغلبيه، وانا لا اؤمن بفكره الارض التاريخيه ولا شيء، انا اؤمن بفكره ان وجودي الذاتي المشخص على بقعه املك فيها الاغلبيه يعطيني كافه الحقوق التي تخولها الشرائع وتخولها دون الحاجه لا الى تاريخ ولا الى اثبات جغرافي ولا الى اي شيء اخر. وجودي فقط هو الكافي، كما في كل الديمقراطيات المحترمه الان في العالم 5 سنوات تصبح فيها مواطنا، يعني لا يستطيع اي انسان بعدها ان يقول لك ماذا تفعل هنا. المنطق الحيوي يبين الاليات التي ممكن من خلالها ان تفند ادعاءات الاخرين، تبين هوياتهم التي يخلقونها بحجه نفي. الان هي بالنهايه منظومه جوهر ارسطو، بالكل يتوقع الان. اما هل هذا ينطبق على بعض الكرد؟ نعم، هناك من يقع بمطب ارسطو عندنا ايضا. إذا هل هناك فهم واحد للقومية عبر كل التاريخ؟ هل هناك فهم واحد للقومية؟ إذا اليوم قلنا أن القومية مثلا هي كما قالها رينان أو كما قال فيخت الألماني، هل القومية هي بهذا السيء الحيز الثابت الأبدي الحتمي المطلق ستبقى؟ لا، القومية تعرض لمصالح وصلاحيات، كلما كانت هذه المصالح والصلاحيات أعلى بدون فهمها بشكل ثابت كلما حققت على أرض الواقع ما يرجو منها. الآن هناك من يوجد عند الكرد لا ينظر للقومية بمفهومها الإثني، ينظر للقومية بمفهومها أخوة الشعوب وبمفهومها الثقافي، وهذا أفضل بما لا يقاس عن تجارب 100 سنة، تجارب 100 سنة. نعم. نظرة الفكر القومي. المنطق الحيوي اليوم يحكم لي بصوابيتها، يحكم لي بأن حساسية الكردي هو أكبر حساسية من بين كل الشعوب الموجودة بالمنطقة، أكثر من العرب، أخوة العرب والكرد والترك والعرب والفرس والترك، لأن يكونوا حامل في لحظة من اللحظات لتفتيت كافة العنصريات الموجودة. الأمر يعول علينا لتفتيت كافة العنصريات الموجودة. أما هلا التوازن الدولي، هل نملك مصالح لا نملك المصالح؟ للأسف هذا شيء آخر. هناك اعتراف يعني 100% أننا لا نستطيع أن نملك مصالح وازنة. ماذا تكلم فيه الآن الأخ ريبر مستر ريبر، يعني ممكن 200 سنة. نعم. لدينا حل كافة القضايا الأقليات، لدينا حل. يجب على كافة الأقليات الموجودة في الشرق الأوسط من كرد وعرب وترك وفرس
وشركس وأرمن ويهود حتى أن يكون لهم آليات حكم ذاتي، دول لا وطنية ضمن كونفدرالية. يعني لا ليس غريب مثلا أن يكون الإسلام هو الذي يحتوي. الإسلام ليس بمفهومه الإقصائي، هناك ألف تشكل للإسلام. الإسلام بمعنى علاقة الروح الفردية بين الإنسان والله، وفصل الدولة عن فصل الدين عن الدولة بمؤسسات الدولة وليس عن البشر. هذا الاحتمال وارد وقائم، والجغرافيا كما أثبتت طوال التاريخ يعني ليست ثابتة، يمكن لها أن تتغير، وهو حل إذا أردنا. الآن ما الذي يجعل أنا وأنت وغيرنا نفكر بمفهوم الأنا ومفهوم الطرف الآخر، سرديات الطرف الآخر بوجوده وعدم الاعتراف بوجوده؟ يعني جزء من المشكلة أن التركي يفكر أن أنا تركي، والفارس يفكر، والعربي يفكر أن عربي، ويمنع علينا أفكر بنفسي. أنا اليوم أقدم حل لكل هؤلاء يتعايشوا بطريق يعني للكل ثقافة. وعلى فكرة يعني هذا الكلام الذي أنا أتكلم ليس وهما، طوال التاريخ 1400 سنة كانت هذه المعادلة. هذه هي المعادلة لم تتغير. الكرد حكموا باسم الإسلام، والترك حكموا باسم الإسلام، والمماليك والشركس حكموا باسم الإسلام، كل حكم باسم الإسلام. هوية حضارية، هذا ما ينقصنا. الآن وأنت تفند بعض النقاط الإشكالية التي سألتك عنها، أردت معرفة تاريخ حياة مؤسس هذه الفلسفة الدكتور رائق النقري، لأنه بدأ بهذا المنهج منذ ابتداء من سنة 1967 إبان نكسة هزيمة حزيران. السؤال الذي يطرح نفسه: هل يمكننا اعتبار المنطق الحيوي فلسفة أم مشروع فكري متجدد؟ يعني حقيقة هذا المنطق بالبداية كان أقرب ما يكون إلى منطق بجناح مدني وبجناح عسكري، حتى حاول أن يغير الأمور على أرض الواقع في سوريا عن طريق العسكرة. نعم. وكان هناك 76 محاولة انقلاب. رائق النقري نعم. هل أراد تأسيس جناح عسكري؟ لا، ليس أراد. عسكري؟ تأسس جناح عسكري، وكان سيقوم بانقلاب على الرئيس حافظ الأسد، وتم انكشاف التنظيم العسكري وفر الجميع، وحكم يعني اساتذتنا بالجناح العسكري والمدني حكموا قرابه 6 سنوات في سجون النظام السوري. نعم، لم يكن هناك طريق وحيد. الخوف كان كما قال، يعني هناك مقابلات للدكتور رائق النقري، كان هناك خوف من هزيمه وشيكه لسوريا امام اسرائيل، امام زحف اسرائيل. نعم. كانت الامور يعني تنتهي الى ما لا يحمد عقباه، فكان لابد من وجود خطه بديله. يعني فيما بعد تم اثبات، يعني تبين لنا أن هذه الأنظمة حينما تقوم الآن أعلنها، هو أي نظام يقوم في العالم العربي لا يقوم من تلقاء نفسه، اللي هو يقوم بنتيجة لتوازنات، نتيجة لمعاهدات، نتيجة لناس لدول وراءهم. فثبت النضال العسكري يعني لا يفيد شيء. فتحولت فيما بعد ب 83 حصل على دكتوراه دولة من جامعة السوربون. كان من المشرفين عليه مثلا روجيه جارودي، كان المشرف عليه رسالة الدكتوراه في جامعة السوربون في جامعة باريس الثامنة، وحصل عليها فيما بعد دكتور. فيما بعد تحولت المدرسة لمدرسة فكرية. يعني تبين لنا أن النضال بصيغته التنظيمية الحزبية وصيغته العسكرية لا يفيد، خاصة بالوضع عندنا يعني في عملية الشرق الأوسط. أما السؤال الثاني مستر ريبر، يعني الآن إذا تتبعنا ليس فقط المنطق، ليس فقط هو من كامل يعني مع كامل الاحترام لدكتورنا رائق النقري، لكن هناك أيضا الطليعة الحيوية من ساهموا معه ومن حاولوا أن وضعوا أسس لهذه النظرية التي الآن جميعنا نقوم بدراستها ونقوم بفهمها. حاليا الذي ينظر له ابنه
ابنه م. ينظر لنظريته أليس لا كذلك؟ لا 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 لا. هناك أساتذة موجودون، وهناك طبعا من هم الجيل الأول للمنطق الحيوي. أستاذنا محمود الطنبولي على سبيل المثال، وجه له كل تحية. الجيل الثاني الدكتور حمزة رستناوي مثال، وغيرهم. والجيل الثالث الآن جيلي أنا، جيل الصديق مديان غمو، وجيل الأصدقاء الآخرين. يعني الجيل الأول، الجيل الثاني، والجيل الثالث تقريبا. نحن 3 أجيال أو 4 أجيال. يعني بعد النكسة 67 تبين للمدرسة أن النكسة حضارية. تسيد الأنماط الأحادية في التفكير، الأفكار الدينية والأفكار القومية وأفكار اليسارية تحديدا الأحادية، هي اللي كان سبب. فهي حدوث عملية ذات مناحي اجتماعية سياسية أراد بها يعني النهوض في الواقع عن طريق تفكيك فهم ما الذي يحتاجه الفرد. هل أسس رائق النقري، هل أسس منظومة أشبه بحزب؟ هل هنا له حزب استطاع بالبداية نعم. تشكيل جناح عسكري وأراد نعم الانقلاب؟ من المعروف أن الذين يخلقون الانقلابات غايتهم الوصول إلى السلطة، كما يعني أيضا وصل إليها مظهر. الكثيرون عبر تمام. انقلابات قصيرة. نعم، لذلك من الملفت للانتباه مثلا انه من شروط الامير الحيوي ان لا يستلم منصب تنفيذي. يعني يمنع الامير ان يكون في راس هرم سلطوي لسبب مهم جدا. عليه ان يؤمن وجود معارضه حيويه ويحميها ضد النظام نفسه. وليس بالضروره كل عسكري عبر التاريخ، وليس بالضروره كل تشكيل عسكري انه حكما ديكتاتوري او حكما. هناك ديكتاتوريات موجوده الان في كوريا الجنوبيه. ديكتاتورهم اوصل كوريا الجنوبيه بنتيجه القبض. اوصل كوريا الجنوبيه لمناحي متقدمه جدا. نعم. ليس بالضروره على عسكر سلبي. هذا الفهم الجوهراني هو الذي كبلنا. ليس بالضروره اسلامي انه حكما موازي للتخلف كما يدعي البعض. ليس بالضروره كونه قومي انه خلص يعني سيكون نسخه ميشيل عفلة او عطا كامل او غيرهم. الامر يتعلق بكيفيه معايشته وكيفيه تعبيره عن تحقيقه للحيويه وللشروط رفع المنسوب الحيوي نعم. عبر نعم، هذا الذي يعني نركز عليه. يعني أود. نحن لا نحاكم المفردات، نعم. نحاكم الان ما قيمتها، ما هي وظيفتها. أود الآن أن أستمع إلى بعض كي يتبين للمشاهدين الأكارم ما هو الرائق النقري. للأسف لم أجد له سيرة ذاتية على موقع ويكيبيديا، وأيضا لم أجد له إلا بضع فيديوهات على اليوتيوب. أعتقد نعم أن نعم، الشخص هذا الفيديو الذي مهم جدا. يتحدث رائق النقري ومحمد شحرور، هل هذا هو رائق النقري أم أنه نعم. غيره ينظر له؟ لا، هذا الان الدكتور الغالي، وهو حقيقه يعني الراحل محمد شحرور. نعم. اختلفنا كثيرا مع منهجه. الراحل ببرهان الاستدلال هو يعني حقيقة لم يكن علميا رحمه الله تعالى. اللي يروح يعني كان إنسان حيوي بكل معنى الكلمة، على الأقل معايير الحياة والعدالة والحرية لم ينتهكها. نعم. أما بالاستدلال فكان مخطئ. يعني بادعائه عدم وجود نستمع إلى ترادف. نستمع الآن إلى مقتطفات من مقابلة قديمة له في سنة نعم 93، لقاء على الهواء مع الدكتور رائق النقري. نعم. بهذه المقابلة يتنبأ بالربيع نعم. العربي قبل لنستمع 25 سنة. لنستمع له الآن. الصوت واضح مستربر.
أعتقد أن هناك خلل بالصوت مصطفى. دانكتي مصطفى. نعم. السؤال هنا أستاذ أحمد عثمان، هل ما الذي استند عليه دكتور رائق النقري في الحديث عن المنطق الحيوي؟ ما الذي تأثر به، وما الضرورة التي استدعته ليؤسس هذا المنهج؟ يعني كما ولماذا أراد دخول السياسة وإحداث انقلاب عسكري وتأسيس جناح عسكري؟ ما الغاية؟ ألا يخطر ببال الكثيرين إن إنسان يحاول أن يركب على ظهر المنهج الفكري للوصول إلى السلطة وكسب منافع معينة لا أكثر؟ يعني بالبداية أنا أسلفت لك يمنع على الأمير الحيوي أن يكون يعني يستلم أي منصب تنفيذي أو منصب مسؤول في الدولة، يمنع عليه منعا باتا، يعني عليه أن يضمن حيوية المعارضة ضده. وعني حقيقة يعني مدرسة دمشق المنطق الحيوي في المحصلة كمدرسة فكرية تنظر للكون نظرة، يعني تنظر للكون كله على أنه على قائم على قوانين تشابه فيها كل الكينونات، هي قانون الشكل، الحركة، الاحتواء، الاحتمالي، النسبة. يعني هذه الخمس كلمات. المنطق الحيوي يقول أن كل كينونة، كل مصلحة، كل دين، كل عقيدة إذا سئل عنها، يعني إذا سئلنا عنها، يا إما تسأل عن سببها التفسيري أو سببها التكويني، أو تسأل عن قيمها وما تحويه من قيم جمال وحق وخير، وهي بمفهوم الأخلاق. الآن من حيث السبب التفسيري، أي كينونة إذا تتشكلت فهي ستتشكل بشكل ولو بدت جوهرا، وما قلت الجوهر فقول منافي للبرهان. والآن اذهب وانظر ماذا يكتشفون في كيف فيزياء الكم، وهي فيزياء الآن يعني علومية. الآن هناك من يقول أننا جماعة فيزياء الكم ينفي فكرة المادة بالأساس ولا يؤمن بها، ويعتبر أن المادة هي عبارة عن طاقة مكثفة، وحسب قانون أينشتاين الكتلة تتحول إلى طاقة، والطاقة تتحول إلى كتلة، كما في مسارع الفوتونات، وكما في أيضا الكتلة تتحول لطاقة والطاقة تتحول إلى كتلة. وأيضا لدينا الفهم الجوهراني إذن للأشياء وردها إلى مصدر أحادي سواء كان روحي أو مصدر أحادي سواء كان مادي، إذن لا يكفي. أما ما ننظر إليه فهو طريقة تشكل، أي كائن هو طريقة تشكل، وطريقة التشكل هذه فهو كل هذا كائن، كل كينونة شكل ولو بدأ جوهرا، كل كينونة حركة ولو بدأ ثابتا نتيجة فرق الجهد المحرك والمتحرك، كل كينونة احتوائي ولو بدأ أحاديا أو لو بدأ فارغا، وبالتالي كل كينونة احتمالي لنتيجة اتساق مع إرادة الحياة والانفتاح على عدد لا نهائي من الاحتمالات للتشكل ولو بدأ حتميا، وكل كينونة نسبي ولو بدأ مطلقا. هذه القوانين لا تنطبق على كل شيء في الكون، لا نستطيع من خلالها أن نفهم ما هي المرجعية. ستقول لي ما هي المرجعية التي تستدل بها على أنها هي القانونية؟ المرجعية حكما هي مرجعية البدائل الحيوية الكونية المصالح المشتركة، لأن في كل كائن صلاحيات بقدر ما هذه الصلاحيات استطعنا أن نرفع من سويتها كل ما أثبتت نفسها. الآن هل هناك بشري في الكون لا يحتاج إلى غذاء، لا يحتاج إلى طبابة، لا يحتاج إلى رفع مناحي الحياة التشكله المختلفة أن يعني يتم توفيرها؟ الكل يخضع لشروط قانونية ويخضع لشروط من حيث وجوده من حيث طبيعتنا كبشر في المحصلة. فالهدف الأساسي في هذا المنطق هو كان الخروج من الأزمة، يعني لم ينظر إلى أزمة 67 أو انتصار 67، هزيمة 67 لم ينظر إليها فقط على أنها هزيمة عسكرية، كانت هزيمة حضارية بكل معنى الكلمة. قبلها 10 قرون كان فيها يعني الاستعمار العصملة والمملوكية بأوجها. في النهاية يعني مرة أخرى أقول لك لنا أيضا أنا ككون أقليات لنا مصلحة بوجود فكر يحتوينا. اليوم على سبيل المثال الماركسية بكل ما حملته من تناقضات ورغم فشلها النظري ظل كثير من الكرد مؤمنين بها للحظة الأخيرة، لأنها الوحيدة التي يعني وعدتهم أن يتحرروا فيها من قبضة الأغلبية ويتحرروا بها ويحصلوا حقوقهم.
فماذا ينقصنا حتى نفهم بعضنا، نفهم تشكيلاتنا الاضطرارية، نفهم لماذا أننا لم نختر لا ديننا ولا أعراقنا ولا هوياتنا. يلزمنا منطق. سؤال آخر يفرض نفسه الآن، بما أنك تحدثت عن المنطق الحيوي وعن إيمانك به وعن حالات وظروف تشكلها، ناقشنا سويا كل هذه النقاط، ولكن هل يقارن المنطق الحيوي بالفكر الماركسي؟ الفكر الماركسي كان له تشعبات وكان له منظرين وكان له ما كان له بصم أثره عميقا في كل البشرية. مكان. طبعا أنت تتكلم عن المنطق ثلثي الكرة الأرضية بشكل أو بآخر دانوا بهذا المنطق فترة من الفترات. أنت تتكلم عن المنطق من كان يسمى علم العلوم. هذا المنطق الناس وصلوا فيه للقمر. الاتحاد السوفيتي وصل للقمر، وصل للفضاء قبل الولايات المتحدة الأمريكية. أنت تتكلم عن المنطق كان يعني يعم ثلثي مساحة الكرة الأرضية بكل ما فيه من إنجازات، بكل ما فيه من تقدم علمي لم ينظر إليه على أنه تقدم أحادي متدني ليس في كافة المسائل. كان الاتحاد السوفيتي حلم للبشرية بفترة من الفترات. ولكن كنا ننظر دائما للعقيدة الشيوعية، أو هي حالة تجعل الإنسان الكردستاني ينعطف عن جرحه الحقيقي وهمه الحقيقي إلى أشياء بعيدة عن واقعه الذي يعاني منه. فمثلا طبعا يعني كثير من الكرد كانوا يذهبون باتجاه الأممية أو باتجاه الإسلاموية ليتجاهلوا جرحهم الحقيقي، وهو أنهم ينبغي والجرح الثاني ما هو؟ ما هو؟ يركزوا دائما على رفع هذه المظلومية التاريخية التي نعانيها ككرد وكردستانيين. جزئت أوطاننا إلى إذا كمنطق المنطق لا ننكر أن هناك واقع كردي تم بشكل أو بآخر في سيكوسيك وظلمنا، نتفق عليه ولا نتفق أنا وياك أن حق التقرير المصير لنا، ونتفق أنه يعني يحق لنا حتى نؤسس وطن. السؤال الذي يفرض نفسه، هل تتفق وأنصار هذه المدرسة حول قضيتك على سبيل المثال؟ ألا ينحازون باللا شعور الجمعي بواقعهم المتعالي لثقافتهم فيقدمون أنفسهم أولا قبلها، ويصفون مثلا الدكتور رائق النقري أنه عربي وأنه بالنهاية خزينة، أن إرثه الثقافي أو الفكري هو جزء من الثقافة العربية والروح العروبية، فليس لك شيء فيها إلا أن تبدي إعجابك بالفكر لا أكثر. قد يطرقك آخر بهذه الصدمة ذات يوم ويقول لك أنت ككردستاني قد تكون، عفوا على هذه اللفظة، قد تكون متطفل على هذه الفكرة. بالنهاية ليست هوية أحادية. مرة أخرى الفكر اليوم كما قلنا، هل يمكن هناك فكر أحادي قومي أحادي؟ اليوم الكرد ينادون بالأخوة الذاتية، نضحك على بعضنا ما بنصح. هناك فكر قومي كردي ينادي بأخوة الشعوب، شئنا أم أبينا أفضل ب100 مرة من الفكر الإثني. هناك فهومات متعددة للقومية، لا جوهر ثابت للقومية، شاء من شاء ولا من أبى. أنا لا أتكلم بمزاجي، ولكن فيما لو تحسسنا وجسسنا نبض نعم ما تراثي وتراثك أيضا تراث إسلامي رائق النقري ورحت تسأله عن وضعك ككردستاني على هذه الخارطة المهمشة، أنت بعيد، أنت محرم عليك أن تكون كردستانيا، محرم عليك أن، لذلك الرافع المظلوم يسمى الكرد الرافع، يسميني الكرد الحيوي الرافع. هل يرتقي الفكر أنصار الفكر التنويري العربي عن حالة التعالي أو حالة التسيد؟ هل يستطيعوا أن يتجاوزوا هذه الحالة؟ هل تعتقد أنهم قادرين على تجاوز هذا التسيد أو هذا؟ إذا سمحت لي بالبداية، كرسنا كل عمرنا نحارب الأنماط التفكيرية الأحادية التي تشكلت عند جيراننا. يعني معقول أقبلها على نفسي؟ هل تعتقد أن القومية فكر أحادي حتمي أبدي ثابت مطلق؟ هل تعتقد أن الفكر الانتمائي هل من المشترط فيه أن يكون أحاديا ثابتا؟ هي بالنسبة أنا أعتقد دائما أن هناك نوعين من القومية. هناك نوعين من القومية. هناك
قوميات هجومية سؤال وقوميات دفاعية. القومية لا الدفاعية هي المنشغلة دائما في الدفاع عن نفس أنا كونها أسألك سؤال قومية واحد، هل مستضعفة. يصلح أن يكون ماركسي وكردي؟ هل يصلح أن يكون لا يصلح أن يكون مسلم وكردي؟ أنا أعتقد ما أن المانع؟ المرء يستطيع أن يكون قوميا يساريا، ولكن أن يكون ماركسيا قوميا ماركسيا قوميا ربما لا يمكن، لأن الماركسية لأنه تنهج فكر، نهج لأنه الأممية، والقومية بكل تتحدث بساطة لا. عن إذا الجغرافيا أنت تفترض المحدودة وجود نسبة، بحدود. طيب أنت تفترض وجود فهم واحد أحادي حتمي لليسار، وهذا غلط غلط. هناك فهومات تتعدد بتعدد الكون، منها ما هو حيوي، منها ما هو أقل حيوية. ما الذي سيحكم كونه حيوي وغير حيوي؟ نعم، هل نحن تحسن نعلم من معايشتك؟ نسبة هل تحسن للواقع من السوري كان هناك كان هناك 3 أحزاب شيوعية. كان نعم الحزب الشيوعي الذي يترأسه خالد بكتاش ينضم إليه الكثير من الكرد، كون رئيسه كردي. نعم و بشكل أو بآخر أحزاب سلطة تتكلم مع أحزاب سلطة يا والحزب الآخر أيضا كان يذهب إليه الشيوعيون، لأن يوسف أمينه فيصل كان العام يوسف فيصل عروبي، وكان العروبيون يلتجون إليه هناك. يعني كانوا نوع من التقية السياسية يمارسون لم تكن على أرض الواقع. أنا لم قوميتهم، أقل أنها ولكن بصبغة أنا أممية. نعم. لم أقل أن هذه معايشة سليمة. كما أنا يفرض علي أن أهاجم ما تكلم به ميشيل عفلق نعم. العربي، أنا علي أن أنبه إلى تشكل ميشيل عفلق الكردي. أنا أعتقد أنه مبكر الحديث عن ميشيل عفلق الكردي، هناك هناك لأن هناك الكردي لم يرتقي بعد، لا يا أو أخي لم يعني يحصل على هذه الكينونة التي تسمح له بأن ينطلق في داخله بعبع التنمر أو بعبع التسيد. هذا البعبع أتمنى لا لكن ينهض على أرض الواقع إلا هل حين تعتقد أن حصول الكرد الفئة أو الحالة العرقية إلى سؤال حالة دولة أو هل حالة. تعتقد نعم. أن الكرد يعني معصومون عن منظومة جوهران الأسطى؟ مرة أخرى هذا الفهم الجوهراني هو الذي أودى بنا. من هو معصوم؟ ما الذي فقد فيه البوذيون من سماحة بوذا وأفكار بوذا ليفعل بعضهم ما فعله بالروهينجا؟ لا أحد معصوم عن جوهر أرسطو. بس قلت أنه معصوم تكلمت عن منظومة أحادية حتمية ثابتة مطلقة أبدية، وهذا كلام مخالف. صحيح. أما نعم. هل ردات فعل؟ نعم لحد الآن ردات فعل لا ترقى لأن تكون على مستوى، خاصة في ظل الآن حتى تنتبه مستربا نعم. عفرين تحت الاحتلال. هناك سلم من الحسالة المرتزقة باسم العروبة وباسم الثورة وباسم القومية وباسم الدين احتلوا بلدي. يعني من غير المنطقي اولا انا اعتبر ان تعميم انها هذا يشمل كل العرب هذا كلام غير منطقي، مرفوض عقلا بالطبع. وواقعا وادبا. بالطبع. هل هم نحن جزء من الثوره؟ نحن نحذر من الوقوع في شرك التعميم، فخ تعميم نعم. لكنني أؤمن أيضا بوجود بهذا التأثير التاريخي طبعا للسلطات هم ايضا يعتقدون انهم، القمعية المتعاقبة، تأثيرها على الشعوب الرازحة تحت لاحظ حكمها. ما مسلم هذا هم ايضا التأثير نسميه بثقافة السلطة. ثقافة السلطة موجودة بشكل كبير لدى شعوبنا لدى كل من يملك السلطه، نتيجة تداول الحكم القمعي على هذه المجتمعات. هذه لدى كل المجتمعات من يملك أيضا السلطه. تشربت هذه روح السلطة. فمثلا المجتمعات العربية تملك عدة كيانات. هذا الشيء يجعل ثقافتها تنحو لمحاباة السلطة بدلا من معارضتها. هل كانت على ارض الواقع هي سلطاتهم؟ المره الاخرى اليوم نسال هل كان كل شيء موجود في سوريا للسوريين ام كان للثله لنظام مافيوي؟ بغض النظر عن هذه الحالة، يا لكن أبو كان حلو لكل واحد موجود في أنا سوريا أتحدث أن عن يحصل على فيزا ويهرب. ثقافة السلطة طيب ثقافة السلطة لا الكل يستفيد منها. تتجاوز أن تستفيد منها أو لا تستفيد. مثلا أحسنت بس ما وصلت. هناك إرث، هناك فصيل طيب بس ليست كبير، حكر فصيل على شعبي قومية ودون كبير أخرى. يؤمن
بمفهوم المستبد العادل، إيمانا منه بأن عمر بن الخطاب كان مثالا عن المستبد العادل. مرة أخرى ما هي معايير الاستبداد الزوجي إذا تكلمنا؟ هل تعتقد أن أتاتورك حينما فرض العلمانية أو بورقيبة حينما فرض العلمانية في تونس، هل تعتقد أنه ببوس الشوارب يعني فرضها؟ هل تعتقد أنه فرضها هيك يعني بتقبل الآخر؟ ألم يكمع؟ ألم يرتكب؟ أنا ما أريد أن أقوله أن هناك أرضية شعبية أو حاضنة شعبية للقائد المطلق. طبعا بلا أدنى شك أنا أتفق معك. شخصنة السلطة بمعنى مراحل، على فكرة هي موجودة عند كل الشعوب، لأن الشعوب أو الشعوب العربية دون تعميم دون دخول، لكن غالبيتها تحبذ فكرة أن تتبع شخصا، تتبع قائدا. هذا السؤال، هل من الضرورة هذا القائد مقتدرا وأيضا في أفضل الحالات ديكتاتورا أيضا حكما؟ إذا نتكلم بمعنى الديكتاتورية علينا أن نعرض معايير ديكتاتورية. ما تقصد في الديكتاتورية؟ يعني حينما مثلا يكون أنا أمامي تنظيمات إرهابية متطرفة جابهتها، هل أنا ديكتاتوري؟ الآن الإدارة لا تتطلب تركيز السلطة، نعترف يا موسى. ما نحتاجه هو النظام، لكن في حالة البنى الفكرية التي لدينا لا يوجد أنظمة. الآن هل تأثير بورقيبة على تونس كان تأثير سلبي بالضرورة؟ هل تأثير أتاتورك يا أخي الآن، يعني أنا ككردي أتكلم هذا الكلام، تأثير أتاتورك على تركيا كان سلبي بالضرورة؟ لا يا موسى. يعني تأثير دكتاتور كوريا الشمالية العسكري قام بالانقلاب كان تأثير سلبي بالضرورة؟ كاترين روسيا القيصرية، الأمر لا يحكم بكونه دكتاتور غير دكتاتور. كل الأمثلة التي ذكرتها يعني يشينها التاريخ بكونها بوصفهم عدا عن كونهم قد يكونون أبطالا في نظر شعوبهم، في نظر الشعوب التي تعشق أو التي تمجد نظرية الدكتاتور العادل، لكنهم إجمالا كان لهم مواضع مشينة معتمة في التاريخ، كانوا قمعيين بلا حدود. هل تعتقد كان سأتكلم عن جزء يعني مرضي عنه. مثلا أتاتورك طبعا طاغية علمانيا، ربما طبعا نقل تركيا من الحالة الإسلاموية العثمانية إلى الحالة العلمانية، إلى أنه لم يتخلى عن هذا الهاجس العنصراني الطوراني الذي خلق فيما بعد أتاتورك مشكلات وأزمات متلاحقة ما يتزال الأتراك قبل غير الأتراك يعانون منها. يعني لو كان فقط ما قام به ببناء تأسيس الدولة لم يكن بمنحى قومي، كنت أتوقع لك أن تركيا بمنحى آخر. كانت هناك حل المشكلة الكردية من زمان بتركيا لو لم يكن فرض منحى قومي بفترته، وربما كان معذورا يعني بفترة الدول القومية التي تتأسس. تخيل أن لا تكن تركيا اسمها تركيا. سنعود الآن، الموضوع هنا موضوع طويل وشائك، سنعود إلى جوهر المقال فقط على إرث السلطة إذا سمحت لي حتى الآن لكي ننتبه. لماذا لم تدفع تونس أثمان ما دفعناها؟ تونس لم تدفع أثمان ما دفعنا. نحن نتكلم عن مؤسسات دولة، صح كان ديكتاتورا بمفهوم الغربي، لكن هذا الديكتاتور بمفهومك حيوي، قدم، أعطى، لم يأتي كان له صاحب مشروع، لم يأتي ويجمع فلوس ويضعها في جيبه، لم يكن كذلك. بورقيبة أعظم، أنا برأيي أنا كأحمد عثمان أتكلم وأنا مسؤول عن كلامي، أعظم قائد من 100 سنة في العالم العربي كان الحبيب بورقيبة. هالكلام أتكلم وأنا بكل قواي العقلية. انظر حبيب بورقيبة، انظر إلى الإمارات الشيخ زايد وما حققه من نهضة للصحراء رحمه الله تعالى. هؤلاء نماذج يعني نحترمها. نعم. الآن لا أقصد فيها فكرة أنه مغالطة النفاق أو أنا أتقرب. بورقيبة بفترة من الفترات يعني قيل عنه الحمل الجمالي وكان رئيس نقابة الشغل، على التلفزيون ناظره واعتذر له أمام الشعب، ذاك اللي نقول عليه دكتاتور، وفيما بعد يعني أصدر عفو واعتذر له أمام الملايين.
متنور، شئنا ام ابينا. من سيفرض السلطه اكيد يريد ان يحقق فعل السلطه، ويجب ان يكون لديه ادوات يعني يفرض نفسه. اذا لم يفرض نفسه سيعمل عليه انقلاب ثاني يوم. العسكر باي باي يعملوا عليه انقلاب وانتهى. يعني ما الذي نحتاج اليه؟ نحن في النهايه ما الذي نحتاج اليه؟ نحتاج ان تكون معايشاتنا للحياه والعداله والحريه على اتم وجه. الحريه ليس بمعنى صفه الاراده الانسانيه، التحرر من قصور، التحرر من كل ما يعيقني. اذا جعت، اذا مرضت، اذا ان يوفر لي اتم كل ما احتاجه لاحيا كبشري بصفتي بشكلي الانساني. كما ان حريه الزهره يتوفر لها التربه الخصبه. الان انظر، هذه هي ما اودى بنا. يعني حريه، ديمقراطيه، ديكتاتوريه، كل طبعا يتكلم بها بدون معيار. طبعا شخص لابد أن يفهمها على يقول رأيه مزاجه، تبعا معايشاته وخبرته. للأفكار أو التي توارثها أو نعم. التي قرأها هنا وهناك. ففي نعم، بس عهد فقط. بورقيبة مثلا حدث خلاف بين الحكومة ونقابة العمال، سقط على إثر ذلك الخلاف مئات القتلى. نعم، لا ننكر لا في ننكر في انه قد في يكون سنة هناك. 3 يناير 1984 حدثت انتفاضة الخبز التي سقط خلالها الضحايا بالمئات. شهدت صراعات نعم. دموية حادة بين المواطنين ورجال الأمن بسبب زيادة في سعر الخبز، نعم. واستخدمت فيها القوة ضد المتظاهرين. من ثم بعد فترة حكم بورقيبة جاء زين العابدين بن علي، وكما تعلم فإن بداية الربيع العربي كانت بتونس. بإسقاط زين العابدين بن علي. إذا الموضوع كله السلطة كما قيل مفسدة، إلا أنه ليس في هذا يعني وفق يا رأيي لا يوجد موسى، في العالم العربي بعد أي حاكم وصل عن لا طريق يمكن، لا يوجد في وإنما الكون، ليس وصل فقط في العالم العربي. عن طريق الانقلابات وبالقوة. الآن هذا ليس لا يوجد. موضوعنا اليوم. استطردنا كثيرا. نود العودة إلى فكر رائق النقري، و حيث قال هنا معيار عامة الناس، هل هو معيار ثابت في كل مجتمع؟ هل يتحدد بأكثرية عامة الناس؟ وهل يفترض كونهم على صواب أصلا، خاصة أن المنطق الحيوي يقر بالحركة ويرفض الثبات ويقر هي من بالنسبية؟ الانتقادات التي وجهتها وما هو حقيقة. موقف المنطق الحيوي من بعض القضايا الإشكالية الحقوقية في العالم كتشريع إباحة قتل. المثلية، قتل الرحيم، الإجهاض؟ نعم. هل تحدث الرائق النقري حول هذه المواضيع، أم نعم. أنها نعم. أسئلة خاصة بك أنت سألته؟ هي أسئلة وجهتها للدكتور المؤسس. بالنهاية كما قلت لك، هناك سبب تفسيري شكل حركة احتواء احتمال نسبي، نعم. سبب تكويني لأي مصلحة، حصيلة تفاعل 8 أبعاد ثابتة بأي مجتمع. هي زمن، أرض، سكان، علم، عمل، عقيدة، إدارة، قيادة. وهذه الأبعاد لا تفهم على أنها أبعاد مفارقة ثابتة حتمية أبدية، إنما هي أبعاد تتحول أبعاد أخرى يعني بعد العمل يتحول، بعد العلم يتحول، البعد الزمني يتحول ويؤثر فيه، تؤثر نعم. وتتأثر. وهناك قيمته. كما قلنا الآن، الدكتاتور حينما نقول مثلا على ما فعل واحد، هل هذا الفعل ما هو قيمته؟ هل هو اضطرار؟ هل أنت مضطر لتحافظ على بلدك مستقر آمن؟ هل أنت مضطر لتخمد هذا المظاهرات، بحيث لو كان أحد آخر من عامة الناس كان في مكانك كان سيفعل في نفس فعلك؟ هل هو استحسان؟ هل هو استهجان؟ ما هو ركن ثوري؟ الآن أنت بمجتمع المعايشات فيه متدنية وتريد أن تغير. المنطق الحيوي يقول لك نعم غير، لكن بشرط الكفة نعم. أقل من العائد. ومعايير الحياة والعدالة والحرية يقول لك ترتيبا. نعم. يعني هناك محكومون، ناس محكومون بالمؤبدات، والحرية والعدالة عندهم منتهكة. هل تنتحر؟ الحياة أهم من كل شيء. نعم. المنطق الحيوي يقول لك لا، الحياة هي المقدسة. نظرة الشعراء ونظرة الرومانسيين دعك منها. نعم. في نهاية الحوار لا يسعني إلا أن أشكرك على هذا الحوار وهذه الاستجابة الإيجابية الجميلة. سباس موسى. آه، شكرا لك والسادة المشاهدين، وأتمنى أن وأتمنى لا أكون أتمنى لك المزيد من التوفيق والتجديد بهذا الفكر يعني في آه، النهاية كل ما هنالك موسى، نتمنى أيضا لنا ككرد أن يكون لنا بين الأمم جميعها
صدارة في كل شيء، نعم. صدارة في تعليمهم نفي منظومة الجوهر الأرسطي، صدارة في تعليمهم على ما هو الأصلح لنا لكي نعيش جميعا. وفي النهاية كلياتنا كما نعم. يعني يقول المنطق الحيوي أشكال، نتفق على أننا أشكال ونختلف في سياقات طريقة التشكل فقط. كل وبهذا الشكر. الأمل وهذا التفاؤل نختم حلقتنا هذا. كل الشكر لمتابعينا ولضيفنا الباحث باسمه أحمد مستعيجة. شكري عثمان، وإلى توصيات حلقة هذا مستر. قادمة نلتقيكم على الحب. تحية معرفية ودمتم بخير. سر شافا باسمه مستر.